اهلا بيكم. انا احمد ودي قناتي الجديده اللي هبتدي فيها رحلتي في السوشيال ميديا. لحد اللحظه اللي بصور فيها الفيديو انا مش عارف هسمي القناه ايه، بس يعني قربت خلاص اختار الاسم. دي اول تجربه ليا وطبعا لسه مبتدئ، سامحوني في الغلطات. انا كنت نفسي ابتدي الموضوع ده من بدري جدا، من بدري يعني، بس كنت مستني اقدم محتوى يبقى مختلف مميز على قد ما اقدر، والظروف اللي انا كنت فيها ما كنتش حاسس ان انا هقدم حاجة مميزة، لحد اما الفرصة الحمد لله بقت متاحة ليا ان انا اقدم حاجات جديدة، اقدم حاجات مميزة. من كام يوم وصلني الباكج اللي كنت مستنيها، اللي هبتدي بيها المحتوى هنا على القناة، وهي انستا 360 الجديدة X5. يلا بينا نشوف ايه اللي موجود في الصندوق. يلا بينا. يعني نشوف اللي مكتوب على الصندوق معاكم. انا ما فتحتهاش لحد دلوقتي، بقى لها كام يوم موجودة، بس استني اعمل الفيديو ده. نبتدي بمحتويات الصندوق. هنا طبعا الكاميرا، ما شاء الله تحفة. دي أول مرة أشتري كاميرا من النوع ده، أو أول مرة أشتري كاميرا عامة. معلش الإضاءة مش أحسن حاجة، لسه مبتدئ، بس يعني مع الوقت الدنيا هتتطور طبعا. اللي سمعته والحاجة المميزة في الكاميرا دي إن العدسات بتتبدل، على قدر الله لو في حاجة اتكسرت أو حاجة من العدسات ممكن تتبدل عادي، مفيش أي مشاكل. يعني طبعا ال SD card، البطارية، الشحن من هنا، شحن تايب سي طبعا، البطارية، شوف الباقي. ده اعتقد الكفر اللي بتحط فيه الكاميرا نفسها، حماية يعني. ده الكيبل الشحن، اعتقد لو هوصله بالكمبيوتر، وده المنديل اللي همسح بيه. حلو والله الكفر بتاع الكاميرا، نايس، جامد. طبعا انستا 360 فلكسي كير، و الحاجات اللي عمر ما حد بيقراها دي، او انا على الاقل عمري ما هقراها الا في الضرورة لو في حاجة معينة. مش عارف ده ايه بصراحة. كليننج ستيكر، اوكي. دي شوية ستيكرز تبع انستا 360 ثينك بولد، ده طبعا محدش هيقراه. وبس دي محتويات الصندوق. طبعا اللينس كاب دي جاية معاها، مش عارف هي دي مش محطوطة في نفس البوكس بتاع الكاميرا، طبعا عشان وانت خارج تستعملها، وانت خارج وما بتستعملهاش ممكن تحطها حماية. كواليتي تحفة بصراحة. خلينا نجربها حتى كده. نايس. الانفيزبل سيلفي ستيك، متبقاش باينة دي وانت بتصور بيها.
عامل زي الامريكان ستيك لو حد عارفها. عجباني قوي السيلفي ستيك دي، والحلو قوي كمان انها المفروض ما بتبانش، بس مش عارف هل ده بيبقى حاجة انا بعملها في المونتاج السوفت وير بتاعهم ولا ايه. طبعا بتتركب كده، تمشي بقى تصور بيها اللي انت عايزه. لذيذة لطيفة يعني. وطبعا اللي لسه ما قلتوش في القناة ان انا بحب العجل، محتواي هيبقى ليه علاقة برضو بالعجل كتير قوي. هاخدكم معايا رايدات، ممكن لوحدي او في جروبس لو يعني اتعرفت على ناس، بس انا لسه جديد هنا في المنطقة فمعرفش اي حد. دي طبعا اللي بتتحط في الجدون من قدام، تتعلق. لسه هكتشف ازاي، اعتقد انها بتتحط كده. كده في الجدون طبعا بالمسامير. طبعا بايك باندل اللي بيحب يصور وهو راكب العجلة. طبعا تتلبس كده كأنها زي الفيست كده بتحميك، بس طبعا كانت بتحط هنا وتسوق بيها. دي اللي بتتحط على الجدون اعتقد، ايوه زي الصورة دي كده. طبعا كلنا هنكتشف ده مع بعض. الحاجة الجامدة اللي انا عملتها وانا بطلب الكاميرا بصراحة ان انا لقيت مكان احط فيه كوبون، عملت سيرش على كوبون يبقى فيه مثلا ديسكاونت او حاجة. دورت لقيت كذا كوبون بس مفيش اي حاجة كانت راضية تظبط. بعد تجارب كتير من الكوبونز لقيت ظهر لي الهدية دي انها تجيلي حاجة فور فري. البايك، موتوسايكل بايك دي طبعا هستعملها ان شاء الله لما اجيب الموتوسيكل. هسيبها دلوقتي لحد ما احتاجها. طبعا نفس بتاعة العجلة، يعني مش نفسها قوي بس نفس الفكرة. بتتحط على الجدون هنا عند الورد بتاع الموتوسيكل. طبعا امتن دي بقى ليها وقتها بعدين ان شاء الله، لان انا ناوي اجيب موتوسيكل يعني، لسه مش دلوقتي. نبتدي بالعجلة. كده يكون اول فيديو ليا في القناة خلص. انا مش عارف ممكن يتسمى ايه، بس حاجة مشكلة كده. ان شاء الله استنوني بعد كده. التصوير كله هيبقى بالكاميرا الجديدة دي اللي انا لسه ما جربتهاش. هاخدكم معايا اماكن تحفة، هعمل محتوى بالعجلة، هروح اماكن، هسافر، يعني ان شاء الله هتتبسطوا. واسف انا عارف الدنيا متلخبطة مش منظمة نهائي، الاضاءة مش احلى حاجة، مش عارف الفيديو ممكن يتصنف ايه، انبوكسنج ولا مقدمة للقناة ولا ايه بالظبط. بس يعني دي في الاول خالص وخير. ان شاء الله كله هيظبط بعدين واحدة واحدة. اتعود على المود. اشوفكم قريب في فيديو جديد بالكاميرا الجديدة. stay safe. سلام. اقدم لكم بيبي سوسو، فرد من افراد الاسرة. عسل، بيبي صغير خالص. سوسو، هاي سوسو، ازيك يا سوسو؟ سوسو